بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما ابدا فيديو النهارده بحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم فرحانين ومتهنيين، كل سنه وانتم بخير، وولادكم واسركم وكل حبايبكم بخير. النهاردة الفيديو بقى هنعمل فيه أجمل مربى. الأرنج، مربى الأرنج يا جماعة، اللي هو شبه البرتقال واليوسفي أو السفندي، يعني بالبلدي كده. مربى الأرنج ده كان كل الناس زمان بتعمله مخلل، وكان أمهاتنا كده بيعملوه لنا مربى. ما شاء الله، بصوا بقى طعم وحلاوة وجمال وقوام كده، حاجة مش قادرة أقول لكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده شكله، او شكل المربى بتاعتنا النهاردة تفتح النفس. شايفين البرطمان اللي في ايدي ده؟ كان في الفريزر، انا كنت عاملة من الوصفة دي قبل كده، وكنت شايلة منه برطمان كده في الفريزر لرمضان. ولما اتاحت الفرصة وجالي ارنج تاني، فانا قلت لازم اعمله معاكم. وبما ان الوصفة ناجحة جدا وطعمها حلو جدا، ومش قادرة اقول لكم على طعمها، وفي تركاية بقى هتاخدكم في حتة تانية خالص. تابعوا الفيديو للاخر، اكيد هتستفادوا منه ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك حبايبي، دلوقتي كله ينزل يحط اللايك، اهم حاجة طبعا علشان الفيديو يترفع. يلا بقى شدوا الهمة معانا كده علشان القناة تشتغل. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، انا عندي الارنج بتاعي. الارنج يا الارنج يا جماعة اسفة، هو طبعا شبه البرتقال وشبه السفندي، بس طبعا مش بيتاكل لان هو بيبقى حمض شوية زي الليمون كده. فاحنا النهاردة بقى هنعمله مربى بطريقة سهلة، اسهل طريقة وابسط طريقة ان شاء الله هتشوفوها على اليوتيوب، وانجح طريقة، وكمان في خلال يومين بس هتاكلي من المربى. انا بدأت هنا ان انا اقشر القشرة البرتقان اللي بره دي قشرة خفيفة. فزي ما انتي حابة بقى، حابة ان انتي تقشريها بالمقشرة زي ما بقشر كده، حابة ان انتي لو ما عندكيش مثلا مقشرة تقشريها او تشيلي القشرة دي كده بالمبشرة. من الناحية الخشنة طبعا بتاعة البصل. زي ما ترتاحي في، يعني في التقشير قشري. بس طبعا هي اسرع طريقة بالنسبة لي هي القشارة اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين كده همسك اقشر كل الكمية اللي عندي دول حوالي 2 كيلو. هقشرهم وهشيل من عليهم القشر. طبعا انا جربت معاكم القشرة دي، وهجرب المبشرة علشان طبعا تشوفوا الفرق، وعلشان يعني محدش يقف على حاجة. زي ما انتوا شايفين انا هجرب هنا بالمبشرة، بس طبعا المبشرة يعني مش بتشيل كل القشرة، وبتاخد وقت صراحة. يلا بقى حبايبي، ما تنسوش اللايك الجميل، وتابعوا الفيديو للاخر عشان لو قابلكوا طبعا نوعية الارنج في السوق تجيبوا منه وتعملوا منه اجمل مربى. طبعا مش قادرة اقول لكم ان دي يعني بكل انواع المربى اللي دقتها في حياتي دي اجمل مربى، والله والله اجمل مربى انا دقتها بجد يعني. طعمها مختلف وطعمها حلو قوي، يعني بص حاجة كده بتنعنش كده وهي طعمها كده حلو مزز وحلو في نفس الوقت. طبعا عشان الناس اللي بتقول الارنج بيبقى مر، احنا بنشيل القشرة البرتقاني دي علشان هي دي اللي فيها كل المر او الطعم المر اللي في الارنج. زي ما انتم شايفين هقشر الكمية كلها، وهاخد اللحم الابيض اللي انا بطلعه ده بس. والقلب الارنج ده يا جماعة انا هعصره واخد منه كوباية من العصير علشان طبعا اسوي بيها المربى. وهقول لكم على حاجة حصلت معايا خلال الفيديو، بس طبعا تابعوا الفيديو للآخر. انا هنا خدت كوباية كده من العصير وهعينها في الفريزر طبعا، لان الارنج انا هغير عليه يومين بعد ما اسلقه، وطبعا ممكن تبوظ ولا حاجة في التلاجة. انا بقى هاخد الكمية القشر الابيض اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ان انا اقطعه او اعمله شرايح كده. طبعا التقطيعة دي بقى بالنسبة لكم حسب الرغبة، عايزين تقطعوه كده قطع كبيرة براحتكم خالص. انا هنا هقطعه كده شرايح زي ما انتوا شايفين كده. ولو قابلنا اي حاجة زيادة كده على القشرة هشيلها. طبعا بيبقى فيه خيوط رفيعة كده زي ما بنشوف في واحنا بنقشر يعني السفندي. فهنشيلها طبعا دي. اي حاجة طبعا انت شايفاها كده مش مظبوطة شيليها.
طبعا هخلص بقى الكمية كلها ونشوف احنا هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي، وبتمنى يا رب يا رب كده يكون الفيديو خفيف عليكم. وبحب اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا والله، يعني كل الناس وكل التعليقات بتاعتكم وحشتني، وحبايبي واصحابي واخواتي اللي بيسألوا وبيقولوا لي اطلعي واعملي فيديوهات. والله انا بطلع علشان خاطركم انتوا بس. وطبعا انا مبسوطة جدا ان انا معاكم، لان انا بعمل حاجة انا بحبها صراحة. زي ما انتوا شايفين انا قشرت كده وقطعت كل الكمية اللي عندي. يلا بينا نروح للخطوة اللي بعد دي. قبل ما اعمل فيه اي حاجة همسكه كده اغسله. طبعا انا كنت غسلاه قبل ما اقشر القشرة البرتقاني اللي عليه، لان بيكون عليه اتربة. وبعد ما مسكته كده وقشرته هغسله تاني بعد ما قطعته كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بصوا بقى طريقة سهلة، وان شاء الله بإذن الله المربى مش هتطلع مرة خالص خالص خالص، واوعدكم بده واضمن لكم ده. طبعا ده لو اتبعتوا كل الخطوات اللي انا بعملها بالظبط. خلاص كده انا شطفته كويس، وهبدأ بقى ان انا احطه في الحلة عندي، وهضيف عليه كوباية بس من المية، وهرفعه كده على النار يغلي بس 10 دقايق مش اكتر من كده. اول ما هيغلي معايا 10 دقايق كده هطفي عليه النار، وهمسكه تاني اصفيه واشطفه حلو. وهبدأ بقى مشوار كده، اللي هو ان احنا نخلي الطعم المر يروح منه خالص. انا سلقته 10 دقايق، هصفيه زي ما قلتلكوا واغسله حلو. وهبدأ بقى ان انا احطه في الحلة عندي تاني، وابدأ ان انا اغير عليه يومين. طيب يومين كده مش شوية سمورة؟ بصوا يا حبايبي، اليومين دول انا هسيب الحلة قصاد عيني كده على الحوض، مش هشيلها من على الحوض. ده ليه بقى؟ انا ما خدش معايا يومين كمان يعني في الغيار، وكان الارنجة عندي كان طعمه حلو وما كانش فيه اي مرارة خالص نهائي. انا كل ما بروح كده عند الحوض اعمل اي حاجة طبعا بمسك كده اصفي المية اللي عليه واحط له مية من الحنفية تاني. طبعا بقى في اليوم على قد ما تقدري، يعني لو ريحة كده بصي تشربي بق مية غيري، تغسلي كوباية غيري عليه، بصي اي حاجة هتعمليها على الحوض غيري على الارنج يومين بالظبط. والله والله مش هتلاقي فيه اي مرارة خالص، مش هيكمل عندي يومين حرفيا. انا كنت بعمله هنا في اذان المغرب، قبل اذان المغرب تاني يوم كنت عامله المربى وكنت مخلصه. زي ما انتوا شايفين بقول لكم حطوا الحله على الحوض قصاد عينيكم وما تشيلوهاش في اي حته، علشان طبعا يتغير عليه كذا مره لحد ما يحلو. انا هنا دقته ولقيته بص بقى يعني حلو خالص ومفيش اي مراره خالص خالص. هصفيه كده من الميه وهبدا ان انا ارجعه الحلة عندي تاني، علشان بقى نبدأ بقى ان احنا نخلي الارنج اللي عندنا ده مربى. تمام كده، يعني الوصفة سهلة خالص ومش محتاجة اي بصوا بقى اي حاجة. لو لقيتوا الارنج في السوق هاتوا منه واعملوه بنفس الطريقة، وان شاء الله هتطلع المربى معاكم ناجحة جدا. طبعا هنا هو ما استواش يا جماعة، ال10 دقايق اللي احنا سلقناه في الاول ما استواش، احنا بس يعني كنا بننزل المر اللي فيه في ال10 دقايق دول سلق. انا هنا بدوقه كده قدامكم علشان اقول لكم دوقوه كده ومضغوا القطعة كده لحد ما تحسوا طبعا ان هي مش مرة، وابدأوا ان انتوا تشتغلوا. هنا كوباية العصير اللي انا كنت شايلاها من قلبه طلعت مر. طبعا المرة اللي قبل دي كنت عاملاها بالعصير وما كانش مر. فمش كل مرة العصير بيكون حلو ومش كل مرة بيكون مر. المرة دي بعد ما فرزته وطلعته من الفريزر عشان اسوي بيها المربى، لقيت العصير بتاع الارنج المرة دي مر جدا، فانا مش هحطه خالص وهستبدل مكانه يا اما كوباية من عصير البرتقال يا اما كوباية من المية من الحنفية لو ما عندكوش زي حالتي كده النهاردة. السكر اللي انا حطيته هنا يا جماعة لكل كيلو بعد ما بيتسلق وبيتصفى كيلو سكر، يعني كيلو الارنج بعد ما بيتسلق ويتصفى كيلو سكر. هما دول ازيد من كيلو شوية، يعني كيلو وربع ولا حاجة، بس طبعا انا مش هضيف ازيد من الكيلو ده، لان طبعا انا مش عايزة المربى تكون مسكرة قوي يعني. كوباية كده عصير او كوباية مية زي ما حطيت. عندكم عصير برتقال حطوا كوباية، عندكم مثلا ما عندكوش برتقال زي حالاتي كده حطوا كوباية مية. طبعا جوانب الحلة لازم أن تكون على طول باستمرار مفيش عليها سكر، ولا حتى وهي بتغلي على النار علشان ما تسكرش وتمرر
وتعمل كده طعم كرملة مرة في المربى. هسيب المربى عندي تغلي او الارنج عندي يغلي بالسكر، وهبدأ ان انا اشيل الريم اللي عليه ده، لان طبعا بيفسد المربى وبيخلي المربى تفسد بسرعة حتى لو في التلاجة. فزي ما انتوا شايفين كده هشيل اي رغاوي بيضة كده او الريمة بمعنى اصح، دي بقى بتكون حاجات كده مش حلوة لازم نشيلها، يا اما بقى في السكر يا اما في الفاكهة ذات نفسها. طبعا ده في جميع انواع المربى لازم نعمل الخطوة دي يا جماعة، لحد طبعا ما بنلاقي كده ان المربى اللي احنا بنعملها معلهاش اي رغاوي بيضة كده وبتكون نظيفة معانا. طبعا زي ما انتوا شايفين جناب الحلة هنا كده بيطلع عليها سكر وبيطلع عليها حاجات، فلازم من بعد ما نخلص المرحلة دي ننضف جناب الحلة علشان ما تسكرش وما تعملش كده طعم مر. فانا هنا بالفرشة وببلها مية وببدأ ان انا امسح جوانب الحلة كده او اشيل السكر من عليها يعني. زي ما انتوا شايفين انا مستمرة كده، اي حاجة بتظهر بشيلها علشان طبعا المربى عندي تاخد معايا اكتر وقت يعني في التلاجة ومش تفسد ولا يحصل لها حاجة. هسيبها بقى لحد ما تستوي كده، وبعد ربع ساعة من السوى هبدأ زي ما انتوا شايفين اضيف بقى المكون السحري اللي بيخلي المربى طعمها في حتة تانية، وهقول لكم على البدايل علشان طبعا محدش يقف على حاجة. انا هنا بعد ربع ساعة ما حطيت السكر ورفعته على النار، معايا هنا باكو جيلي مشمش، جيلي مشمش يا جماعة اللي هو دريم ده. بصراحة بيخلي المربى لونها حلو وبيخلي المربى طعمها جميل جدا، يعني طعم المشمش كده مع طعم الارنج بيدي كده حاجة وتست كده وطعم حلو قوي. فزي ما انتوا شايفين اللون هنا هيبدأ يغير، وانا حطيت هنا الجيلي في نص السوا علشان طبعا كل شرايح الارنج تاخد من اللون وتشرب من طعم المشمش. طبعا هنا يا جماعة الارنج طبعا بيكون طعمه طاغي اكتر على المشمش، بس احنا طبعا بندعم الطعم واللون وبيكون طعمه حلو قوي. طب الجيلي الباكو بقى ب10 جنيه وانا مش هجيب، لو احنا بقى خلاص داخلين على رمضان اهو. عندك بقى اللي هو قمر الدين اللي احنا اللي هو القطع، امسكي كده قطعة من قمر الدين وحطيها هتبقى برضو طعمها حلو قوي. هنا انا ضفت عصير ليمونة كبيرة، طبعا علشان تربط معايا المربى وكمان كمادة حافظة علشان تحفظ معايا المربى وقت اطول في التلاجة. يا رب يكون الشرح بسيط ويكون اكون انا قلت كل حاجة. بعد ما هحط هنا عصير الليمونة ههدي النار واسيبها خالص لحد ما تستوي، وهبدأ اعمل تيست السوا بتاعها. زي ما انتوا شايفين هنا المربى انا مهدية عليها، وهبدأ اعمل هنا تيست السوا. طبعا هي انا حاسة ان هي لسه برضو فيها نسبة سوائل، بس كده هجرب معاكم علشان اللي ما يعرفش يعرف يا جماعة. لو بتسوي مربى لازم تحطي كده في طبق ساقع معلقة، لو نزلت كده مية بتجري زي ما انت شايفة تكون كده المربى لسه ما استوتش، فهي كده عايزة كمان 5 دقايق او 10 دقايق لحد كمان ما تستوي شوية وتربط اكتر. فانا هسيبها وبعد 5 دقايق بالظبط هطفي النار وهتكون معايا استوت، وهعمل لها كمان مرة تيست، وبعد كده هسيبها بقى لما تبرد واعبيها في البرطمانات عندي. انا هنا طفيت عليها النار، وهاخد هنا معلقة كده في طبق وهحطه في التلاجة واشوف كده المربى عندي استوت ولا لسه. بس طبعا هي قوامها معايا فانا حاسة ان هي كده مستوية. لو ما استوتش معاكم بعد مرة واتنين من الاختبار ارفعوها على النار تاني وسووها عادي جدا. بصوا هنا المربى دخلتها بس كده دقيقتين التلاجة لقيتها كده ايه متماسكة ورابطة وحلوة جدا وقوامها حلو قوي، وهي لسه كمان بعد ما تسقع اكتر هتربط وهتجمد اكتر من كده وهتبقى بصوا بقى يعني حاجة كده تحفة. طبعا بقى احنا لسه في المدارس لسندوتشات المدارس لسحور رمضان، في اي وقت يعني ممكن بقى تاكلوا منها. انا هنا عند البرطمانات بتاعتي مغسولة ومتنشفة كويس ما فيهاش نقطة مية، ودي مرحلة مهمة علشان طبعا المربى ما تفسدش منكم وانتوا شايلين.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو مع اسهل طريقة لمربى الارنج واحلى طريقة بدون ما تكون مرة ولا حاجة. واتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتعليق حلو زيكم، واسيبكم في امان الله ومع السلامة.